بداية رائعة، بداية مميزة، بداية تمريرة بينية للمنتخب السوري، لكن أيضا التغطية موجودة. المساء مباراة تنطلق في 4 مساء بتوقيت مكة المكرمة بتوقيت الدوحة. بن رمضان جميلة، هذه خطيرة من فراس، العرضية قد تأتي الله، ولكنها تبعد على طول من جانب الدفاع. في منتهى الخطورة كانت، في منتهى الخطورة كانت. تأتي الآن التسديدة الآن قوية، في منتهى الخطورة يا إسماعيل. سمعة، هذا هو السمعة، لاعب نادي أوكسبورغ في ألمانيا، 21 سنة. مباراة السابعة مع منتخب. لمسة ممتازة، كرة باتجاه فراس يحاول فيها المنتخب التونسي، لكن أيضا هنالك صافرة موجودة من جابرييل كالديرون في اللقطة الماضية. الحكم الدولي الكوستاريكي مباشرة هنا يشير إلى وجود خطأ في اللقطة الماضية لمصلحة المنتخب الأساسي. يحاول فيها بن رمضان خطيرة، بن رمضان بتصويبة، ولكنها مرت إلى خارج الملعب. نوع من الاستعجال واضح على عناصر المنتخب التونسي نلاحظه من خلال إسماعيل. ينطلق إسماعيل، يحاول إسماعيل، عرضية خطيرة داخل المنطقة، ما زالت للمنتخب التونسي، ولكنها مرت إلى خارج الملعب. هذا هو علي معلول، جهة اليمنى بن رمضان للأمام. بن رمضان انطلق، تغطية موجودة على طول من أمامه، تغطية كانت موجودة، رفيع محاولة انطلاقة من جانب بن رمضان، جميلة البينية، خطيرة المحاولة، ولكن الدفاع يتدخل. يا الله كانت قريبة للمنتخب التونسي، لكن كرداغلي في آخر لحظة شالها وحولها إلى خارج ملعب المباراة إلى ضربة زاوية. لعب ضربة ركنية للمنتخب التونسي. تصادم بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة. إصابة في اللقطة الماضية لحارس مرمى منتخبي سوري عن ضربة أولى في هذه اللحظات. كرة ملعوبة عرضية خطيرة بالرأس، الله، يحاول فيها عمر من اليمين، تغطية موجودة من أمامه ثم مرتدة، لكن حنان فاول، خطأ تكتيكي من حنان، تعطيل مشروع المرتدة من خلال اللقطة الماضية. ثم بعد ذلك حكم المواجهة السيد جابرييل كالديرون هنا مباشرة يشير لوجهها. الآن التقدم التونسي، الكرة العرضية خطيرة بالراس، ولكنها غريبة شوي، كانت من محمد علي بن رمضان. الأسماء التي تحريك كل شيء. هذه محاولة، كرة سهلة بعد ذلك باتجاه دحمان، سهلة الكرة الماضية، وصلت المنتخب التونسي قريبة، عرضية، الله، متقدم رياح في الناحية اليمنى، الكرة العرضية خطيرة داخل المنطقة، الله، مرت يا فراس إلى خارج الملعب. ضربة مرمى خطيرة جدا للمنتخب التونسي. شوف الزيادة العددية أيضا من الجهة اليسرى باتجاه معلول، البحث عن فراس، هذه عرضية خطيرة لكن لمصلحة المنتخب التونسي. الآن معلول بكرة عرضية خطيرة داخل منطقة ليوني، يحاول فيها عرضية من معتز، ولكن أيضا الدفاع السوري لا يهتز، يلقى عن طريق المواقف الثابتة. إسماعيل في البعيدة حاطها، يا مرياح ما الذي فعلته؟ مرياح كان مدافعا سوريا آخرا، حارسا سوريا آخرا، ما زال يحاول إسماعيل، تقدم ثم مرر قوية، ولكنها مرت إلى خارج الملعب. التسديدة إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى رجل شوط المباراة الأول، أعتقد نعم هو نجم شوط المباراة الأول. إسماعيل ملفت، يخطف الأنظار. فراس أخذ كرة، ثم بعد ذلك خطأ وبطاقة صفراء. بطاقة صفراء موجودة، بطاقة صفراء على اللاعب أمامنا، هذا هو محمد الحلاب. وهذا سمعة، يحاول بن رمضان، حاطها، لكنها بعد ذلك سهلة في يدي حارس المرمى. بن رمضان، انطلاق المنتخب التونسي يقترب، تونس تقترب، ولكن الكرة فيها صافرة موجودة وخطأ يحتسب في هذه اللحظات لمصلحة المنتخب التونسي في الدقائق الخمس الأخيرة. ليوني، خطأ تم احتسابه للهدف الأول. معلول للضربة الأولى، ولكنها مرت إلى خارج الملعب. ضربة مرمى
تحولت الكرة الماضية هذه الكرة وهذه التسديدة التي جاءت يعني زالت لديها عمر. نعم ما زال خريبين يقود المنتخب السوري. كرة عرضية ولكن التغطية موجودة واصلة هنا جهة اليمنى. انطلاقة تأتي المنتخب السوري هذه خطيرة لنسوري قاسيون قريبة ولكن هنالك صافرة وهنالك خطأ وهنالك ضربة حرة. سيقف خلفها عمر سيقف خلفها عمر. أم هي في الزاوية المستحيلة يا عمر في المستحيلة يا عمر. عمر حاطها لا تموت الذكريات وهناك من يحييها. لا تموت الذكريات وهناك من يعيدها. هنا عمر خريبين غاب السومة ولكن سوريا ما زال لديها عمر. سوريا محاولة قائمة هنا العرضية متابعة. الله مستحيلة مستحيلة والله مستحيلة يا إسماعيل. يا إسماعيل ما الذي ضيعته يا إسماعيل ما الذي ضيعته يا إسماعيل. هنا قطع ومن زاوية أصعب. إسماعيل الكرة تمرت إلى خارج الملعب. كرة سمعة إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى سامي الطرابلسي. من لديه على قائمة البدلاء نور الدين فرحاتي. الجهة اليمنى عرضية الكرة داخل المنطقة ما زالت خطيرة ولكن هنالك صافرة موجودة. حكم مباراة يشير لوجود خطأ. والله أنا مستمتع ما أعرف يعني أكيد أنكم سيغامر سيجازف. كرة ملعوبة عرضية إلى منطقة الجبينية في انطلاق المنتخب السوري. هذه خطيرة. كرة الثاني أوه من بعيد. الله اقترب معلول والعرضية تأتي. الله غير معقول غير معقول. أنت يا شاكر. هم اقتربوا كثيرا الجزيري. الله على الكرة مرت إلى خارج الملعب كانت في منتهى الخطورة. نعم خطيرة جدا. أراد أن يخدع فيها شاكر شهر الشاكر. هل يضع بصمته؟ يوني من اليمين عرضية خطيرة. الله لكن وصلت سهلة في المكان الذي يقف فيه شهر الشاكر. هذا هو فراس بعض الكرات في اللقطة الماضية وكرة مباشرة تحولت إلى خارج الملعب إلى ضربة زاوية. ضربة ركنية. شاهد اللقطة أمامنا. الكرة هنا من الجهة اليسرى. هذه عرضية سهلة في يدي شهر الشاكر. بالسلامة إن شاء الله. تعرض لإصابة 10 الأخيرة يا تونس. هذه محاولة وهذا معتز وهذه العرضية ولكنها بعيدة. الكرة الماضية وصلت بعد ذلك سالم اتجاه حارس المرمى. 10 دقائق.